لو عندك نص كيلو سجق وبطاطس ومحتارة تعملي بيهم ايه، تعالوا نعمل بيهم طاجن سجق بالبطاطس. الطاجن ده هيخلي الكل يطلبه منك تاني. تعالي اقولك على السر: ريحة تحفة وتسوية مظبوطة وطعم غني، هيخلي الكل يسألك عملتيه ازاي. يلا نعمله مع بعض خطوة بخطوة، بس ياريت نتابع الفيديو للآخر. أنا عبير، لو أول مرة تشوفي قناتي أتمنى تشتركي وتنوريني. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول. بسم الله. هحتاج بصلتين متوسطين وفصين كبار من التوم و3 فلفل رومي ونص كيلو بطاطس مقشراهم وغسلاهم زي ما انتوا شايفين، و5 حبات متوسطين طماطم ما يعادل نص كيلو. وهحتاج نص كيلو سجق هفكه من بعضه زي ما انتوا شايفين. هنبتدي نقطع الخضار. هنقطع البطاطس بالشكل ده بحجم متوسط، وقطعوها طبعا بالطريقة اللي تحبوها على حسب رغبتكم. والفلفل هنقطعه جوانح صغيرة، وممكن تقطعوه مكعبات على حسب رغبتكم. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اخلص كل كمية الفلفل اللي معايا. وبعد ما قطعنا الفلفل هنبتدي نفرم الثوم. هفرمه زي ما انتوا شايفين. وبعد ما فرمنا الثوم هنقطع البصل وهنبتدي نفرمه في الكبة. بعد ما فرمنا البصل زي ما انتوا شايفين هنفرم الطماطم مكان البصل. وفي حلة أو طاسة غير لاصقة على النار ومن غير ما أضيف أي مادة دهنية هسيبها تسخن. أول ما تسخن هنزل بالسجق واديله صدمة وأقلبه علشان يتشوح كويس من غير ما يتحرق. وأول ما ياخد اللون الجميل ده هضيف عليه البصل. هقلب البصل مع السجق لغاية ما يدبل وياخد لون دهبي خفيف. في الوقت ده هضيف التوم المفروم ونشوح الكلام ده كله مع بعض لغاية ما التوم يدبل وياخد لون دهبي خفيف وريحته تطلع. وهضيف الفلفل وأقلبه تقلبتين مع باقي المكونات. ودلوقتي هنبتدي نضيف التوابل. هضيف نص معلقة صغيرة كاري، بتفرق جدا في الطعم، جربوها على ضمانتي. ونص معلقة صغيرة كزبرة جافة، ونص معلقة صغيرة كمون، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بابريكا مدخنة. هقلب كل الكلام ده لغاية ما التوابل تسخن مع باقي المكونات. أول ما التوابل سخنت وريحتها طلعت هضيف البطاطس واشوحها مع السجق وباقي المكونات. واضيف حوالي معلقة واحدة من الزيت ونشوح البطاطس مع السجق حوالي دقيقتين. وهضيف معلقتين كبار من صلصة الطماطم ونقلب تقلبتين. ونضيف عصير الطماطم اللي فرمناه مكان البصل ونقلب المكونات مع بعض. وهضيف كوباية من المية السخنة. ودلوقتي هضيف معلقة صغيرة من الملح، والملح على حسب رغبتكم، ورشة من السكر علشان تعادل حموضة الطماطم. واغطيهم واسيبهم يستووا، مش هياخدوا وقت كتير. هنشوف البطاطس استوت ولا لسه. البطاطس استوت زي ما انتوا شايفين. هننزلهم من على النار وهنحطهم في طاجن فخار او بورسلين او بايركس المتوفر عندك. وهنظبط وش الطاجن واضيف قرن فلفل. وهدخلهم فرن ساخن مسبقا على الرف الوسط على اعلى درجة حرارة علشان ياخدوا من طعم وريحة الفرن. مش هيقعدوا وقت كتير في الفرن لان كل حاجة مستوية. واول ما ياخد اللون ده هخرجه من الفرن. انا بالنسبة لي اللون ده كده كويس جدا. طفيت من تحت وشغلت عليه الشواية حوالي 5 دقايق علشان اخد اللون القمر ده. طاجن البطاطس بالسجق بعد ما خرج من الفرن واخد لون حلو جدا، اللهم بارك. ايه رأيكم؟ شكله تحفة. هنقدمه مع الرز بالشعرية. شايفين قد ايه البطاطس مستوية والسجق كمان مستوي ودايب. حرفيا طعمه تحفة واكتر من رائع. اتمنى تجربوه علشان تحكموا بنفسكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا النهاردة. اتمنى تعجبكم، وهستنى بإذن الله كومنتاتكم اللي بتسعدني دايما. وفضلا لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير
ولو لسه ما اشتركتوش في القناة أتمنى تنوروني وتشتركوا وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصلكم إشعار بكل وصفاتنا الجاية بإذن الله. كان معاكم عبير، مع السلامة واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.